السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، رجعنا لكم تاني. بس النهاردة بقى ناخد درس الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش دعمكم ليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ درس الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي، الدرس الثالث في مادة الجغرافيا. أول حاجة الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي. واحد، الحيوانات بقى اللي هي الأغنام وكده، والدواجن الفراخ والديك، والأسماك اللي هي السمك. نيجي أول حاجة اللي هي الحيوانات. تربى الحيوانات في الوطن العربي اعتمادا على الأعلاف الزراعية أو المراعي الطبيعية. يعني حيوانات في الوطن العربي بتعتمد على الأعلاف، بتاكل الأعلاف أو المراعي الطبيعية. والمراعي الطبيعية في الوطن العربي مفهومها ايه بقى؟ هي حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل الإنسان، وتربى عليها حيوانات مختلفة حسب غنى هذه المراعي. هي حشائش بتنمو طبيعيا دون تدخل الإنسان، وتربى عليها حيوانات مختلفة حسب غنى هذه المراعي. أنواعها ايه بقى؟ نيجي نشوف أنواعها في الصفحة اللي بعد كده. أنواعها ايه بقى؟ المراعي المعتدلة الاستيبس، والمراعي الحارة السافانا. ناخد المراعي المعتدلة اللي هي الاستيبس. توجد في شمال الوطن العربي. المراعي المعتدلة توجد في شمال الوطن العربي وتربى عليها الأغنام والماعز، وده كنا واخدينه في إقليم بحر المتوسط في الترم الأول. المراعي الستيبس، حشائش الستيبس، وتوجد في شمال الوطن العربي تربى عليها الأغنام والماعز. نيجي بقى للمراعي الحارة اللي هي السافانا اللي على الإقليم المداري، ودي توجد بقى في جنوب الوطن العربي ويتربى عليها الأبقار والأغنام. انتشارها بقى بتنتشر في المراعي الحارة اللي هي السافانا دي، تنتشر في جمهورية السودان والصومال والجزائر والمغرب. أهم الحيوانات وتوزيعها في الوطن العربي: الأغنام والأبقار والجاموس والماعز. أولا الأغنام هي أكثر أنواع الحيوانات انتشارا في الوطن العربي، بما تفسر السبب بسبب فقر المراعي الطبيعية في الوطن العربي. وتتركز الأغنام في جمهورية السودان والمغرب والجزائر. الأغنام هي أكثر أنواع الحيوانات انتشارا في الوطن العربي. السبب بسبب فقر المراعي الطبيعية في الوطن العربي، وبتتركز في جمهورية السودان والمغرب والجزائر. أما الأبقار تتركز تربيتها في جمهورية السودان ومصر والمغرب وسوريا والصومال. نيجي للجاموس، تتم تربيته في مصر والعراق على ضفاف الأنهار. السبب بما تفسر لأنه لا يتحمل الجفاف، عايز مية، وتحتاج تربيته إلى بيئة معتدلة ومجاري مائية. الماعز بقى بتتركز تربيتها في الصومال وجمهورية السودان. نيجي بقى نروح للإبل والخيول. أول حاجة الإبل تتركز في جمهورية السودان وبعض الدول العربية الأخرى. يتميز الوطن العربي بقى بوجود الإبل العربية ذات الشهرة العالمية، والتي تستخدم في سباقات كده اسمها سباقات الهجن في الإمارات والسعودية ومصر. أما الخيول، توجد الخيول العربية الأصيلة في مصر والمغرب والعراق. نيجي نروح بقى لأهمية الثروة الحيوانية. بس في قبلها بيقولك انتبه، تعد السودان قبل تقسيمها أكثر الدول العربية امتلاكا للثروة الحيوانية. ركزوا في السؤال ده، إن السودان هي أكثر الدول العربية امتلاكا للثروة الحيوانية. نيجي بقى نروح لأهمية الثروة الحيوانية. هي أهمية الثروة الحيوانية:
3 حاجات. أول حاجة بتعد مصدر لغذاء الإنسان حيث تمده باللحوم والألبان. ورقم 2 توفر المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة مثل الجلود وتصنع منها ملابس والأحذية، والألبان ويصنع منها الزبد والجبن. ادي مثال على ذلك: الأحذية، الجلود تستخدم في صنع الملابس والأحذية، والألبان ويصنع منها الزبد والجبن. رقم 3 يستخدم بعضها في النقل وأعمال الحقل. ثانيا الدواجن. نيجي نروح بقى للدواجن. تقوم الدول العربية بتربية الدواجن في المزارع. السبب إن الدول العربية بتقوم بتربية الدواجن في المزارع: رقم 1 للاستفادة من لحومها وبيضها، وللحصول على بديل للحوم الحمراء اللي بتنتجها الأبقار والجاموس. يحصلوا على بديل للحوم الحمراء. وأكبر الدول إنتاجا للدواجن السعودية ومصر وتونس. هم دول 3 دول اللي أكبر الدول إنتاجا للدواجن. أكبر الدول، وليس هي الدول اللي بتنتج، لا، هي أكبر الدول إنتاجا للدواجن: السعودية ومصر وتونس. نيجي بقى ثالثا الأسماك. نقف بقى حبة كده على الأسماك. الأسماك، الوطن العربي غني بثرواته المائية المتعددة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة. بسبب ما وهبه الله تعالى من سواحل طويلة زي المحيطات والخلجان، وبحار متعددة زي البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربي، ومجاري مائية عذبة زي نهر النيل ونهري دجلة والفرات فين بقى؟ في العراق. وقد عرف سكان الوطن العربي هذه الثروات منذ أقدم العصور واستخدموها في غذائهم وزينتهم. سكان الوطن العربي عرفوا الثروات ديت منذ أقدم العصور، وكانوا بيستخدموها في غذائهم وزينتهم. أهمية بقى الثروة السمكية في الوطن العربي. أهمية الثروة السمكية في الوطن العربي: تشكل الأسماك أهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي وأكثرها استغلالا. السبب لأنها تمد السكان هذا الوطن بغذاء بروتيني يحميهم من الأمراض. إنها بتمد سكان الوطن العربي بغذاء بروتيني يحميهم من الأمراض. ورقم 2 تعوض النقص في الثروة الزراعية والحيوانية. لو في نقص في الثروة الزراعية اللي بتنتجها والحيوانية، هي بتعوض النقص ده لأهمية الثروة السمكية. وتؤدي بقى إيه؟ تؤدي إلى ازدهار مشروعات التصنيع التي أهمها صناعة حفظ وتعليم الأسماك. الثروة السمكية ديت بتؤدي لارتفاع وازدهار مشروعات التصنيع المهمة زي صناعة حفظ وتعليم الأسماك. نيجي بقى أهم مصايد الأسماك في الوطن العربي. هو في شوية 4 مصايد. ناخد واحدة واحدة. هناك تنوعا في مصايد الأسماك في الوطن العربي، وهي المصايد البحرية والمصايد النهرية والمصايد البحيرية اللي هي في البحيرات، والمزارع السمكية اللي هم بيعملوها. نيجي نمسك أول واحدة: المصايد البحرية. المصايد البحرية ديت وتشمل المحيط الأطلنطي والهندي والبحر الأحمر والمتوسط والعربي اللي يعني البحار، والخليج العربي اللي البحار والمحيطات والخلجان. ومن أهم الدول التي توجد بها مصايد البحرية ديت معظم دول الوطن العربي، ومنها بقى المغرب اللي هو بيحد من شماله البحر المتوسط، ومصر البحر الأحمر طبعا والبحر المتوسط، وعمان خليج عمان والخليج العربي والبحر العربي. ديت المصايد البحرية. نيجي بقى للمصايد النهرية اللي بتعتمد على الأنهار وتشمل نهر النيل طبعا في مصر جمهورية السودان، ونهري دجلة والفرات في العراق. نيجي بقى للمصايد البحرية بقى اللي بتعتمد على البحيرات. دي بتشمل بقى بحيرات مصر الشمالية، وبحيرة قارون بمصر، وبحيرة ناصر جنوب مصر. كلها تبع مصر يا جماعة. بحيرات مصر الشمالية، حبة بحيرات كده شمال مصر تسمى بحيرات مصر الشمالية، وبحيرة قارون وتوجد بمصر، وبحيرة ناصر جنوب مصر. كلهم في مصر. المزارع السمكية. نخش المزارع السمكية. المزارع السمكية تنتشر في بعض دول الوطن العربي.
كلمة خلاص تنتشر في بعض دول الوطن العربي. نيجي بقى انتبه. أول حاجة كده بيقول لك انتبه، من الدول العربية التي توجد بها جميع أنواع المصايد مصر هي من الدول العربية التي توجد بها جميع أنواع المصايد، وأكبر الدول العربية إنتاجا للأسماك بالترتيب المغرب ومصر وموريتانيا وعمان. ركز في الحتة دي شوية، اقف شوية، خد نفس عميق. أكبر الدول العربية إنتاجا للأسماك بالترتيب المغرب، وبعد كده رقم 2 مصر، ورقم 3 موريتانيا، وبعد كده عمان. ركزوا في الحتة ديت. أكبر الدول العربية إنتاجا للأسماك المغرب تنتج أسماك، وبعد كده مصر، وبعد كده موريتانيا، وبعد كده عمان. ركز بالنبي في الحتة دي. نيجي نخش للي بعده على طول. أسباب قلة إنتاج الأسماك في الوطن العربي. إيه هي أسباب قلة إنتاج الأسماك؟ بما تفسر السبب قلة إنتاج الأسماك في الوطن العربي. رقم 1 استخدام الصيادين للأساليب البدائية في الصيد ونقل وحفظ الأسماك. ورقم 2 التلوث الذي يؤدي إلى قتل أعداد كبيرة من الأسماك. ورقم 3 يا عم، رقم 3 ترك الصيادين حرفة الصيد واتجاههم إلى استخراج البترول والصناعة. ورقم 4 الصيد في الأوقات الممنوعة، أو الصيد يعني باستخدام الشباك الضيقة. دي أسباب قلة إنتاج الأسماك، إن هما الصيادين بيستخدموا أساليب بدائية في الصيد، أساليب قديمة ما بتنتجش أسماك كتير، ونقل وحفظ الأسماك. وكمان التلوث اللي هو بيؤدي بقى لقتل أعداد كبيرة من الأسماك، وده برضه بيقلل إنتاج الأسماك. والصيادين بيتركوا حرفة الصيد وبيتجهوا بقى لاستخراج البترول والصناعة عشان يزودوا الدخل طبعا. ولذلك يتركوا الصيادين حرفة الصيد، وبالتالي يقل إنتاج الأسماك. والصيد في الأوقات الممنوعة، أو الصيد باستخدام الشباك الضيقة، وديت الأسماك اللي هي كبيرة شوية ما بتجيش في الشباك، وبالتالي يوجد قلة إنتاج الأسماك في الوطن العربي. وسائل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي. إيه وسائل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي؟ تحسين سلالات الأبقار والجاموس والأغنام بالوطن العربي. رقم 2 توفير الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية. اقف شوية. توفير الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية. ورقم 3 التوسع في إنشاء المزارع السمكية، إن هما بيوزعوا بقى في إنشاء المزارع ديت وسائل يعني عشان ينموا الثروة الحيوانية. بقولك إيه يعني. و4 تحسين أحوال الصيادين ورفع مستوى معيشتهم عشان يتجهوا إلى حرفة الصيد وما يسيبوهاش ويروحوا يعملوا في استخراج البترول وغيرها من المهن يعني. رقم 5 حماية المياه من التلوث اللي بيؤدي بقى إلى تسمم الأسماك، عشان يكثر عدد الأسماك ولا ما يكلش، عشان التلوث بيقلل إنتاج الأسماك. أما أنت بقى بتحمل مياه من التلوث، بالتالي يؤدي إلى كثرة أعداد الأسماك. تدريب الصيادين بقى على استخدام الأساليب التكنولوجيا الحديثة، ما يستخدموش بقى وسائل بدائية قديمة ما يعرفوش يجيبوا منها أسماك كتيرة في الصيد. وتوعيتهم بمواعيد الصيد المناسبة، ما يجوش في أي وقت كده مواعيد كده غريبة، لا يكون في ميعاد عشان يصطادوا بيه. ورقم 7 الاهتمام ببناء الأساطيل بقى المجهزة بأحدث وسائل حفظ ونقل الأسماك. وكده يبقى خلصنا الدرس الثالث في الجغرافيا. وما تنسوش دعمكم ليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وشكرا مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.